كبير. ولا ندري إلى الآن، مؤرخون متعجبون لماذا لم تستطع الدولة العثمانية مبكرا أن تنجد الجزائريين عن طريق طرابلس الغرب التي كانت إيالة عثمانية آنذاك، عن طريق الحدود بين ليبيا والجزائر آنذاك. ما أحد يدري، ما أحد لم يقدم أحد فيما أعلم سببا مقنعا لهذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى موقف العثمانيين من احتلال الجزائر في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. ما قدم أحد يعني سببا واضحا في الحقيقة، كل الأسباب التي قدمت أسباب ليست واضحة أو أسبابا ليست كافية، وبعضهم لم يتحدث أصلا عن هذه القضية. بعض المؤرخين، الداي حسين وجد نفسه على رأس هذه القوة الضعيفة مواجها لقوة عالمية آنذاك ناشئة وبقوة، ولا خبرة طويلة في البحر ولا خبرة طويلة في الحروب البرية الأوروبية. كان هنا الداي حسين أخطأ خطأ عظيما، عين صهره زوج ابنته، عينه قائدا عاما على الجيش، اسمه إبراهيم أغا. إبراهيم أغا فيه صفتان سيئتان، الكبر وفيه الغرور، مع صفة أخرى مهمة وهي الضعف. يعني الكبر والغرور إذا كان في قائد متمكن تهلك أو يهلكانه، فما بالكم إذا كانتا في قائد ضعيف. كبر وغرور لا يسمع كلام أحد، وضع خطة ضعيفة لأن معرفته بالأمور العسكرية كانت ضعيفة محدودة. حتى إن القائد الكبير أحمد باي حاكم القسنطينة فيما بعد، وآنذاك هو حاكم قسنطينة، لكن المتولي للجهاد الكبير ضد الفرنسيين في قسنطينة فيما بعد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أشار على إبراهيم أغا ألا يسمح للفرنسيين بالنزول إلى الساحل الجزائري، لأنهم إذا نزلوا قوة ضخمة ومعهم مدافع كثيرة جدا ومعهم أسلحة نارية متقدمة ومدافع بنادق متقدمة قياسا إلى ما كان مع الجزائريين، فأشار عليه ألا يسمح له لهؤلاء الفرنسيين بالنزول، بل يبادر بضربهم وهم ما زالوا في البحر قبل أن ينزلوا إلى البر. للأسف إبراهيم أغا استهزأ بأحمد باي واستهزأ بخطته وقال له ما أدراك أنت بالحرب. هذا المغرور المتكبر هكذا شأنه دوما وأبدا، نسأل الله العافية والسلامة. الداي حسين ما كان يملك مع صهره مع زوج ابنته شيئا ولا يستطيع أن يراجعه، واتخذ قراره هذا إبراهيم أغا بأن يهاجم القوات الفرنسية النازلة في سيدي فرج، موقع غرب العاصمة الجزائرية اليوم، موقع هنالك، وأن ينتظر. الإنزال صار في سيدي فرج، ونزل الفرنسيون وإلى أن وصلوا إلى قرية أسطوالي، كل هذه الآن غرب الجزائر العاصمة، 20 كيلا تقريبا مسافة. انتظرهم حتى يأتوا إلى أسطوالي القرية ثم بدأ يهاجمهم. وكان من الخطة الرشيدة التي قدمها أحمد باي ألا ينتظر هؤلاء حتى يتقدموا، بل لابد من ضربهم مش مباشرة في البحر ومجرد نزولهم إلى الساحل من خلال المدفعية التي تدافع عن الجزائر من أعلى الحصون. للأسف الشديد ما وافق إبراهيم أغا، وركب الغرور والكبر رأسه وما استطاع أن يصنع شيئا. هنا قرر أن يدخل ويواجه الجزائر الفرنسيين في أواخر يونيو وأوائل يوليو مواجهة مباشرة من الأمام، وهنالك جناحان يهاجمان الجيش من جانبيه. طبعا ما استطاع أن يصنع شيئا. لماذا؟ لأن الجيش الفرنسي قوي ومدرب وعنده أسلحة قوية. حاول، دخل بجيشه، ما استطاع، وبالأسف الشديد انهزم من ميدان المعركة. هذه المصيبة أن القائد لا يثبت حتى ينال إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، بل يهرب ميدان المعركة ويترك الجنود. فإذا ترك القائد الجنود فيبقون كالشياه بدون راع في ليلة المظلمة المطيرة. ماذا تصنع؟ وماذا يصنع ذلك الجيش؟ هنا تداركا للموقف عين الداي حسين باي الطيطري. الطيطري هذه كانت مقسمة الجزائر إلى 3 ولايات، قسنطينة وجزائر وطيطري. باي الطيطري عينه، لكن التعيين كان متأخرا جدا، وأتى بالمفتي كان ذاك اسمه محمد بن العنابي، أتى به من أجل إثارة حماس الناس وإشراك أكبر قدر ممكن من المتطوعة في الجهاد وتهدئة الصفوف ولمها من جديد. كان الأمر هذا متأخرا جدا للأسف الشديد ولم يثمر شيئا، وتقدمت القوات الفرنسية من أسطوالي إلى الجزائر،
ووجد الداعي حسين نفسه لابد من أن يعقد هدنة معهم، هدنة استسلامية طبعا. وهذا الذي حدث في 5 يوليو. عقدت الهدنة ودخل الفرنسيون عاصمة الجزائر وهي الجزائر، ونشروا الأعلام الفرنسية على الحصون الجزائرية والمواقع الحصينة في الجزائر. وكانت معركة أليمة محزنة، ذلك لأننا لم نجتمع كقوة، لم يعين القائد الكفء، مع علم الداعي حسين للأسف الشديد، وأنا أحمل الداعي حسين قدرا كبيرا من المسؤولية رحمه الله تعالى، مع علمه بتحرك الأسطول الفرنسي من الموانئ الفرنسية، بل قبل أن يتحرك الأسطول الفرنسي علم بهذا من خلال طبعا الحصار الفرنسي الطويل على الجزائر ومفاوضات الفرنسيين مع الجزائريين وعلى رأسهم الداعي حسين. للأسف الشديد أنا متألم جدا بسبب هذا الذي جرى. إضافة لذلك هناك عامل مهم جدا، يعني الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كانت القوة التي أعدت يعني قوة ضعيفة، قوة لا توازي ولا تساوي القوة الفرنسية، ولا تساوي حتى نصفها، ولا تساوي ربعها، ولا تساوي ثلثها، ولا ربعها، ولا خمسها. هذه حقائق لابد من ذكرها، وهذا تفريط منا. كما بالضبط يعني قلت لكم التاريخ يعيد نفسه، كما حصل مع نابليون في اسكندرية. تصوروا أن اسكندرية كان فيها مدفعان عثمانيان يدافعان عن المدينة، بينما أتى نابليون بمئات المدافع ومئات السفن و30 ألفا من القوات المدربة التي انتصرت في أوروبا انتصارات متوالية، وكان عندها خبرة طويلة جدا في أوروبا. فواجهت أهل الإسكندرية المساكين الذين لم يكن هنالك جيش قوي يدافع عنهم بسبب أيضا غرور المماليك، وبسبب أن المماليك لم يقدروا قوة الفرنسية حق قدرها، وبسبب الظلم الشديد الذي كان يواجهه المماليك لأهل مصر الفلاحين المساكين آنذاك. التاريخ يعيد نفسه. هنا أيضا لم تكن هناك قوة كافية لمواجهة الغزو الفرنسي، أيضا لم تكن هناك خطة كفؤة موضوعة قوية، كان الغرور والكبر يملأان رأس إبراهيم أغا. ما كان هناك شورى إسلامية، الله تعالى يقول أمرهم شورى بينهم، ما كان هناك شورى حقيقية ووضع الخطة من قبل جميع أركان الدولة الجزائرية. كل هذا يعني يؤدي إلى حسرة في النفس. كيف استطاع الفرنسيون السيطرة على الجزائر الدرة الغالية التي قامت 3 قرون في وجه الصليبيين وما استطاعوا أن يصنعوا معها شيئا؟ هذه امور تحز في النفس طويلا. لما دخل الفرنسيون الى الجزائر كانت معاهده مكتوبه بعدم المساس بحقوق الاهالي، عدم المساس بمساجدهم، عدم المساس بثرواتهم، عدم المساس بنسائهم، عدم المساس باي شيء يخصهم، انما هي اموال تدفع للفرنسيين مثل يعني الجزية أو مثل الغرامة، وإقامة حاكم فرنسي عام على الجزائر، وإبقاء المسلمين في أمورهم وأحوالهم. هل وفى الفرنسيون بهذا؟ هذا سؤال مهم. لا، لم يوفوا بهذا طبعا. وهذه سمة بارزة في جميع المعاهدات الفرنسية مع المسلمين، أنهم متى تمكنوا نقضوا كل العهود ونسوا كل المواثيق التي عقدوها مع المسلمين. في الجزائر على مدار 132 سنة تكررت هذه الأمور، لم توفي فرنسا يوما ما فيما أعلم بمعاهدة مع الجزائريين إلا معاهدة الاستقلال، لأنها نتجت عن قوة كبيرة جدا كانت عند المسلمين، قوة عظيمة وقفت في وجوههم. يعني ماذا أقول؟ عندما دخل الفرنسيون الجزائر حطموا كثيرا من المساجد، استولوا على المسجد الرئيس الجامع الأكبر الأعظم في المدينة، وكان فيه 4000 وقيل 2000 وقيل 4000، يعني اختلفت كلمة مؤرخين. أقل مؤرخ قال أنهم كانوا 2000